السلام عليكم، والنهاردة معانا فيديو جديد بجوانتي جديد، وهنتكلم فيه عن الورقة الأبيض اللامع المخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية، والورقة الأبيض المط المخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية. الورقة دي 170 جرام، مغطاة بفينش لامع جلوسي، مخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية. والورقة دي 250 جرام، الفينش بتاعها مط، مخصصة لطباعة الصور الفوتوغرافية. زي ما انت شايفة هي ما بتعكسش النور. النهاردة في الفيديو ده هنشوف لو انا عندي صورة طبعتها على الورقة دي وهي نفس الصورة طبعتها على الورقة دي، هنشوف النتيجة، هل هي مختلفة ولا هي. ولو مختلفة، هل في حاجات انا ممكن اغير اعدل بيها الصورة بتاعتي بحيث ان انا اخليها بوبينج او ظاهرة وواضحة وتشد العين على كل ورقة منهم، ولا هو مجرد ان انا بطبع كده والصورة بتطلع حلوة على الورق. يلا بينا نروح للكمبيوتر نشوف ايه الفرق في الطباعة بين الورقتين دول. ومعانا الصورتين دول هنجرب نطبعهم، واحدة فيها البحر والسماء، والتانية فيها الشاب الكدبود ده ومعاه الدبدوب بتاعه والكلبوب. هنجرب الأول الصورة دي، تعالى كده نتفرج عليها ونشوفها بدقة كده، ونشوف فيها التفاصيل، الموج والألوان والسماء والشمس وطيور النورس يلي مقابلي. تعالى بقى ناخدها ونروح على برنامج الأرب فوتوشوب ونحاول نطبعها منه كده. هنخش على فايل، وهنخش على print with preview، وهنيجي هنا نختار 19 سنتي العرض بتاعها، وزي ما بنعمل دايما بنسيب فوق نص سنتي، وهقول له print، وهاجي على properties، وهسيب standard، وهسيب الورقة plain paper، هاخد الكواليتي هعملها هاي، وهاجي على preview هختاره علشان يبين لي شكل الصورة، وهدوس اوكي. بس انا عايز منها نسختين، واحدة هنطبعها على الورقة الجلوسي فورو بيبر، والتانية على المات فورو بيبر. هندوس اوكي، هندوس ستارت برينتينج، واشوفكوا عند البرينتر. لا، هي ما بتطبعش ليه؟ شكل في حاجة مش مظبوطة. تعالوا نشوف كده البرينتر ايه اللي حصل هناك. ايه ده بقى؟ انت بقى اللي شال الورق من البرينتر وسايبني انا هناك عمال اطبع وهي مش عايزة تطبع. ايه يا ابني اللي جابك هنا؟ تعال يا حبيبي، تعال نيم، تعال اقعد هنا بابا، اقعد هنا كده. سيبنا نركز عشان الناس عايزة تشوف الصورة. هناخد الورقة. هناخد بقى الورقة الأبيض اللي نلميها الجلوسي الفوتو بيبر، نحطها هنا كده، نقفل عليها كده، وندوس هنا. ايه، هي اوريدي واخدة الاوردر، بس طبعا ايه، نينو دمر الدنيا. ماشي، هندوس اوكي. سحبت الورقة اللي هتطبع عليها. ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟ ها؟ ليه كده؟ ماشي، اقعد بقى هنا كده. حط بقى الورقة التانية، وبعدين نتفرج على اللي احنا طبعناه. دي بقى المات فوتو بيبر، وهندوس برضو اوكي. تمام، تعالى بقى نتفرج. احب اولع برضو الفلاش. طبعا زي ما احنا متعودين، بحب اشوفهم في نور ربنا، بس عايز اطفي الفلاش الاول، ولما الصورة التانية تخلص هناخدهم هما الاتنين
الفلاش. تمام، تعالوا بقى نشوفهم هما الاتنين مع بعض في نور ربنا كده بره. هتقعد هنا نينو ولا تيجي معايا؟ خليك ما تشيلش الورقة تاني لما اطبع. شوفهم بقى كده في نور ربنا، مفيش احلى من نور ربنا يبين لنا التفاصيل بتاعت كل حاجة. هنشوف الجلاسي كده. معلش طبعا انا كاميرا الموبايل هي الاوتو فوكس بيغير شوية في الاضاءة، بس لما هنثبت هتدينا الريل. تمام، بص بقى كده على الشط والبحر. تمام، تعال نشوف بقى المط كده. واخد بالك ان الكاميرا هنا ما بتعملش اي تغيير في الالوان ولا اوتو فوكس ولا اي حاجه؟ عارف ليه؟ اقول لك انا ليه. شوفها بس على الكمبيوتر كده الاول على الار جي بي. زي ما شفنا مع بعض ان الصورة لما اتطبعت على الورقة الجلوسي فوتو بيبر كانت فاتحة شوية، ولما كنا بنقرب منها بكاميرا الموبايل كان الاوتو فوكس بتاع الموبايل بيغير الالوان. لكن لما طبعناها على الورقة المات فوتو بيبر لقينا ان الالوان غامقة شوية، ولما اتحركنا عليها بكاميرا الموبايل ما كانش بيحصل تغيير الالوان ده اثناء ما الموبايل بيعمل اوتو فوكس. طب يا ترى ليه؟ اقول لك. لان الورقة دي مغطاة بطبقة جلوسي لامعة، فبتعكس الإضاءة، فبتخلي عينك تشوف الألوان فاتحة أكتر. وده لما بينعكس على العدسة بتاعة الموبايل، الإضاءة دي بتخلي الموبايل يبدأ يعمل إنه يفتح الغطا اللي على عدسة الكاميرا بتاعة الموبايل. بتبقى عدسة كده وعليها كفر. الكفر ده بيتقفل ويتفتح عشان يدخل نسبة إضاءة معينة. فأنت لما بتدخل نسبة إضاءة عالية والعدسة دي مفتوحة، بتبدأ أوتوماتيكلي تتقفل علشان تقلل الإضاءة اللي داخلة العدسة، فتبين لك ملامح الصورة. عشان لو فضلت إضاءة كتير داخلة للعدسة هتبقى الصورة كلها باينة لونها أبيض، مش هيبقى باين فيها ملامح. تمام. لكن لما عملنا كده فوق الورقة المط علشان هي ما بتعكسش الإضاءة، بتمتص الإضاءة وما بتعكسهاش، فالألوان بانت أغمق شوية وما عكستش إضاءة على عدسة الموبايل. فعدسة الموبايل كانت مرتاحة، اتفتحت الفتحة الطبيعية بتاعتها للضوء وما اتحركتش، لأن نسبة الإضاءة على الورقة ثابتة في كل الأجناب، في كل الأماكن. فده يبين لنا ان الورقة الجلوسي بتعكس الإضاءة، وده بيخلي الصورة فاتحة، وبالتالي بتبدأ تشوف العمق في الصورة. يعني بتقدر تشوف الحاجات اللي على مسافات بعيدة انها على مسافة بعيدة، والحاجات القريبة بتحس فعلا انها قريبة. زي ما انت شايف مثلا كده دلوقتي، لما بتشوف الصورة دي هتحس فعلا ان الشط اقرب من الجزء البعيد ده في السماء غير الجزء ده. في تحس ان جوه الصورة كأنها 3D شوية كده، فيها ديبث، فيها عمق، نسبة عمق. لكن الصورة دي اللي هي مطبوعة على المط، هتحس ان الالوان غامقة شوية عشان ما بتعكس طبعا الاضاءة، تمتص الاضاءة، وتحس ان هي فلات. تمام، لكنها حتة واحدة. يعني مفيش نسب للعمق، ما بتبينش النسب بتاعة العمق. تحس ان الجزء ده هو نفس التركيز بتاع الجزء ده، بتاع نفس التركيز الجزء القريب ده. الصورة فلات. تعال بقى نشوف كده، نروح للكمبيوتر ونشوف ازاي نخلي الصورة على الورقة الجلوسي تبقى مور شايني كمان،
وايه الالوان تبقى اقوى من كده، وبرضو على الورقة المات فوتو بيبر ازاي نخليها احلى من كده. ودينا وصلنا عند الكمبيوتر ومعانا نفس الصورة، وعايزين نتكلم عن 3 معدلات بقدر أظبط الصورة بتاعتي منهم. أول معدل هو نسبة الإضاءة، وتاني معدل هو الفرق بين أكتر نقطة منورة في الصورة وأكتر نقطة غامقة أو مظلمة في الصورة، وتالت معدل هو نسبة التركيز بتاعة اللون نفسه. تمام. فأنا لو رحت هنا كده على image وبعد كده adjustments وبعد كده على brightness contrast، هلاقي إن brightness هو المسؤول عن نسبة الإضاءة في الصورة. فأنا لو حركت كده المثلث الصغنطوط ده كده ناحية الشمال، هلاقي إن الصورة بتغمق لأن نسبة الإضاءة بتقل. ولو رحت الناحية التانية هيزود لي نسبة الإضاءة لغاية ما كل النقط الغامقة في الصورة هتبقى فاتحة. زي ما انت شايف كده الصورة ما بقاش فيها أي تفاصيل باينة. تمام. طيب، وبالنسبة للكونتراست ده المسؤول عن الفرق بين أكتر نقطة منورة في الصورة وأكتر نقطة غامقة في الصورة. فلو حطيت عينك كده على الشمس اللي هو أكتر نقطة منورة، وعلى مثلا حاجة غامقة زي مثلا الأجنحة بتاعة طيور النورس أو الجزء الغامق ده في الرملة، وحركنا كده الدراع ناحية الشمال، هتلاقي إن النقط الفاتحة بتغمق والنقط الغامقة بتفتح. بص، الشمس دلوقتي اللي هي كانت منورة وفاتحة قوي بقت غامقة، والنقطة الغامقة في الرملة دي بقت إيه؟ فاتحة. تمام. ولو حركت الدراع الناحية التانية هيعمل لي العكس، النقط الفاتحة هيفتحها أكتر، هيزود الإضاءة فيها جامد، والنقط الغامقة هيغمقها وهيقلل فيها الإضاءة، فبيبدأ يعمل لي شاربن للصورة. تمام. يبقى أنا لو اتحركت كده هيعمل فلاتن للصورة، ولو اتحركت كده هيعمل شاربن للصورة. طيب أنا أتحرك لقد إيه، لنسبة قد إيه؟ يعني أنا دلوقتي خدت بالي إن أنا الصورة دي مثلا محتاج أعمل لها شاربنينج شوية، محتاج إن أنا أزود الحدة أو النقط المنورة تنور شوية والنقط الغامقة تغمق شوية فتفاصيل الصورة تبان. إن لو كنت فاكر الصورتين اللي إحنا طبعناهم كانت التفاصيل مش واضحة 100%. سيبك من إن واحدة كانت فاتحة وواحدة كانت غامقة، مش دي اللي إحنا بنتكلم فيها، لكن إحنا بنتكلم إن التفاصيل كانت مش واضحة أوي، اللي هي بتاعة الموج مثلًا والسحاب والحاجات دي. طيب أنا دلوقتي محتاج إن أنا أتحرك بالدراع ده لغاية اليمين. طب هاتحرك لغاية إمتى؟ ما هو أنا ممكن أفضل أتحرك لغاية ما الصورة يبقى منظرها كده. طب هاقف فين؟ اللي هيحدد لي بقى هو الmid tones أو نسبة الإضاءة المتوسطة في الصورة. يعني هاختار حاجة في الصورة تكون نسبة الإضاءة بتاعتها متوسطة، زي مثلًا إيه، الجزئية دي كده الصورة لو تاخد بالك إن هي متوسطة الإضاءة، ولا هي فاتحة أوي ولا هي غامقة أوي. تمام. وهابدأ أحط عيني عليها وأبدأ إيه، أحرك الدراع كده ناحية اليمين لغاية ما الجزء ده يسود زي ما أنت شايف كده. بص، شايف بقت عاملة إزاي؟ بقت غامقة. تمام. طبعا المنظر ده مش حلو، أنا مش عايز أوصل للنقطة دي، بس هو ده الليميت بتاعي. أنا طالما وصلت للنقطة دي يبقى أنا لازم أرجع شوية علشان الصورة تبقى مقبولة على العين. هبدأ بقى أرجع كده سنة سنة لغاية ما المساحة بتاعت الشمس دي تبقى الإضاءة بتاعتها مش قوية أوي كده لدرجة إن هي تأذيني في عيني، والجزء الغامق ده إن هو يفتح سنة يعني فتفاصيله تبقى باينة شوية. فهابدأ أرجع كده واحدة واحدة سنة سنة كده، وبرضو عيني على التلات أماكن، الجزء الفاتح أوي والجزء المتوسط والجزء الإيه الغامق في الصورة، وأبدأ كده أظبط واحدة واحدة كده. ألاقي إن هي بص كده بقت أفضل شوية. يعني إيه، لو وصلنا مثلا 20 هتلاقي إن هي بقت كده مقبولة شوية. الجزء المنور مش منور قوي لدرجة إن الجزء بتاع السحاب اللي معدي في النص ده باين، والميد تونز دي معقولة تفاصيلها باينة، والحاجات الغامقة برضو مش غامقة قوي لدرجة إن هي تفاصيلها مستخبية، لأ كده متوسط. هنيجي بقى على البرايتنس،
وأحركها يمين وشمال، وأشوف هل هي محتاجة فعلا إن هي نسبة إضاءة أعلى من كده ولا لأ. فعلشان أحدد برضو هحط عيني على الجزئية بتاعت الشمس دي، وأبدأ أتحرك بالدراع يمين شوية كده، فهلاقي إن الصورة كلها تفاصيلها بتروح تاني. يعني لو تاخد بالك إن التفاصيل هتبدأ تروح تاني، فأنا لأ مش عايز كده. طيب لو غمقت بقى شوية، لا اتحركت بالدراع شمال، هلاقي إن الصورة هي مش وحشة، ولكن المود بتاعها بيتغير. يعني الصورة دي لو هنا كده متصورة مثلا ساعة العصر مثلا، لما تعملها كده تحس إنها متصورة ساعة المغرب. فأنت كده بتغير المود بتاع الصورة، برضو ده مش ده اللي احنا عايزينه. فكده الإضاءة بتاعت الصورة هتعتبر كويسة، مش محتاجين إن احنا نعمل فيها حاجة. تعال نشوف بقى كده الفرق ما بين اللي احنا غيرناه وما بين الصورة الأصل. هي كانت كده وبقت كده. تمام. هندوس بقى هنا اوكي، وبعدين هنروح بقى للمعدل الثالث اللي احنا ما اتكلمناش عليه، اللي هو نسبة تركيز اللون. بنجيبه من image و adjustments، وبعد كده بنخش على hue and saturation. هنيجي بس على saturation، وهنشوف الدرع ده لو حركناه ناحية الشمال هيبدأ يقلل لي نسبة التركيز بتاعة الألوان في الصورة، فهتلاقي الصورة عمالة تروح ناحية الجراي سكيل أو الأبيض وأسود. ما بقاش فيها أي colors خالص، بقى تدريج في الألوان ما بين الأبيض لغاية الأسود. تمام. لو حركت الدرع بقى الناحية التانية، هلاقي إن الألوان التركيز بتاعها عمال يزيد، والألوان بتبقى أحلى، ولكن هبدأ أوصل لمرحلة إن الألوان بقت صارخة زي دلوقتي، وبعدين هتطلع بره نطاق الصورة أصلا. تمام. طيب أنا برضو محتاج إن أنا أزود ده شوية عشان الصورة في الطباعة تبقى حلوة، بس هزوده برضو لغاية فين؟ هتزوده لغاية ما توصل للمرحلة القوية قوي دي، وبعد كده هترجع سنة صغيرة. يعني ده الليميت بتاعك، هنفضل ماشيين كده كده كده. بص هنا كده اللون الأصفر بقى أوفر قوي في الصورة، فده كده إيه ده بعد الليميتس كمان. فأنا لو رجعت مثلا كده ل40، هلاقي إن ده كده إيه الليميت بتاعي، أنا ما ينفعش أزود عن كده. تعالى بص مثلا كده وكده. تمام. طيب لو خليتها مثلا 20، هو النص بالظبط ما بين الزيرو والليميت بتاعي 40، هلاقي إن هي جميلة كده. طب لو زودت شوية، وليكن مثلا 25، تمام. كده أنا شايف إن هي هتبقى في الطباعة إن شاء الله جميلة جدا. تمام. تعالى بقى نجرب نطبعها تاني على نفس الورقتين، على الجلوسي وعلى المط. هنروح على فايل وبرنت بريفيو، وهنلاقي نفس السيتنجز بتاعتنا موجودة اهي، عرضها 19 سنتي وسايبين النص سنتي بتاعنا فوق. وهنعمل برنت، وبعد كده هنخش على البروبرتيز، واحنا هنا ستاندرد عادي وبلين بيبر، وعاملين الكواليتي هاي، وحاطين البريفيو عشان نشوف شكل الصورة هتنزل فين في الورقة. تمام. وهندوس اوكي، ونشوف شكل البريفيو هتنزل لنا هنا في الورقة، وهندوس ستارت برينتينج، واشوفكم عند البرينتر. يعني له عامل ايه؟ اوعى تكون عامل شقاوة. تمام. نحط بقى ايه الورقة الجلوسي فورو بيبر، نقفل عليها، وهي واخدة برضو اوريدي الاوردر، مستنية اقول لها اوكي. تعالى بقى نتني هنا كده.
على دي معلش كده لانش. دي المات فوتو بيبر. تمام. شايف بقى الفرق بين الاتنين؟ هنشوفها دلوقتي على المات. انا بحب الصراحة اخش البرينتر دي واشوفها بتعمل ايه. بيت مش ناقصك حاجة؟ شوية حبر كده وبتاع. تعالوا نشوفهم بقى كده الأربع صور نقارنهم مع بعض في نور ربنا. دول كده الورقتين الجلوسي في نور ربنا. دي الأولانية اللي طبعناها ودي التانية. طبعا واضح هنا، شايف الألوان مفيش تفاصيل مش واضحة قوي. هنا طبعا تفاصيل البحر، الموج والحاجات دي تفاصيلها أحلى بكتير. شايف فرق اللون السما هنا. تمام. تعالوا نشوفهم كده على المات. تمام. دي كده اللي طبعناها الأول ودي التانية. دي مش وحشة على فكرة برضه، ولكن برضه هتاخد بالك هنا في الموج نسبة الوضوح مش قوي. بص هنا، بص السما، الألوان، لا في فرق بصراحة. قلنا لما بنظبط الإضاءة في الصورة والكونتراست والساتوريشن بتديلك شكل قوي للصورة، بتخليها بوبينج، بتخليها تنطق. تمام. تعال نقارن بقى كده ايه اخر تو فيرجنز احنا عملناهم من الجلوسي ومن المات بيبر. تمام. دي كده الجلوسي ودي المات، اخر تو فيرجنز احنا طبعناهم. نشوفها برضه على الشاشة. ممكن نرجع بقى كمان للصورة الأوريجينال. دي كده هيجي الأوريجينال خالص قبل ما نعدل فيها، ودي بعد ما اتطبعت على الجلوسي. قارن بقى كده هتحس أكن هي بالظبط اللي على الشاشة. بص. تعال نروح بقى نشوف صورة الواد الكدبودو اللي كان أبيض وأسود. ووصلنا عند صورة الواد أبو دبدوب، والمفروض إن الصورة دي جراي سكيل أو بلاك أند وايت، بس هي في الحقيقة مش بلاك أند وايت. تعال نشوف كده إزاي. خش على ايمج كده adjustments وعلى hue and saturation، ولو خدنا بقى الدراع بتاع الساتوريشن ده ووصلناه كده ناحية الشمال على الآخر خالص، هتلاقي إن فعلا الصورة بقت بلاك أند وايت. كده بلاك أند وايت، لكن كده مش بلاك أند وايت. إيه الفرق؟ هقول لك. في صور حس لون محمر كده شوية في الصورة، الصور القديمة اللي في الوقت بتاع السبعينات والثمانينات كان التحميض بيدي لون أحمر سنة كده على الصورة، فهم علشان يدي لك نفس الطابع المود ده للصورة،
حط كده سنة من اللون الأحمر على الصورة بعد ما عملها بلاك اند وايت، زود عليها سنة كده في اللون الأحمر، فادتنا الطبيعة دي، فحسستك بأن الصورة فينتج قديمة. حاجة تانية برضو عايز أقولها لك في الصور، إن الإضاءة بيبقى ليها درجة حرارة، حاجة اسمها light temperature. دي بتحدد لك برضو إذا كان شكل الصورة هتبقى في جو دافئ ولا في جو إنارة بارد. يعني الإضاءة دي بيبقى لونها أبيض، فأنت لو اديت لها سنة كده من اللون الأصفر فهتبقى شبه الإضاءة الصفراء العادية، فدي بتدي نوع من الدفء على الصورة. لكن الإضاءة اللي على الصورة دي لو أنت اديتها سنة من اللون الأزرق هتبقى كول وايت، شبه الإضاءة العادية. بيبقى في منها إضاءة بيضة قوية لونها مائل للون الأزرق شوية، دي بيسموها كول وايت. فدي برضو بتديك الإفكت على الصورة، إن هي تبقى جو الصورة مش عايز أقول بارد، ولكن ما فيهوش الدفء بتاع الصورة لما بتبقى بالورم وايت لايت كلر. هنطبع بقى الصورة ونشوف شكلها في الطباعة على الورقة المط هيعمل ازاي. بس قبل ما نطبع أنا بحب أعمل روتيشن للصورة كده، وبعد كده أعمل لها print and preview، وهنا كده هعمل العرض بتاعها 19 سنتي، وهسيب برضو النص سنتي بتاعي اللي أنا بحب أسيبه في الورقة فوق. وبعد كده هدوس print وأخش على ال properties وأتأكد إن هي standard، وإن الورقة plain تمام، وإن ال quality high، وهدوس على preview، أو هي لو متداس عليها أبقى متأكد بس إن هي موجودة عشان أشوف شكل الصورة هتنزل فين في الورقة. وهدوس على أوكي وهخليها نسخة واحدة تمام، وهدوس اوكي واشوف شكلها انها هتنزل هنا في الورقة، وهندوس ستارت برينتينج واشوفكم عند البرينتر. يا ابني يا ابني، هو انا كل مرة حاجة الاقيك بتعمل حاجة في البرينتر وموقفها؟ ارحمني. تعالى يا حبيبي تعالى، بطل لعب يا بابا، بطل لعب، اقعد هنا كده جميل حبيبي. ايوه، المرة دي بقى انا مش هحط لها ورقة مات فوتو بيبر كاملة، هحط لها نص ورقة لان انا محدد ان هي تطبع على النص اللي فوق في الورقة. احط لها الورقة كده اهو، هقفل عليها كده وهدوس على اوكي لان هي اوريدي واخده الاوردر ومستنياني اكونفيرم عليه من هنا. ولا نينو. واو، فعلا الورقة المات فورو بيبر دي تحفة في الابيض واسود. بص البلاك كولر بيعمل ريفلكشن ازاي. ده لسه بس عشان هي ايه ما نشفتش، خلي بالك لسه البلاك كولر لسه ما نشفش، عشان كده هو عامل ايه الريفلكشن ده. لما ينشف بقى هتشوف منظر تاني تحفة. هنشوفها كده من غير فلاش. بس كدقة و resolution، بص الدبدوب طالع ايه دبدوب، والواد بخدود بص. تعال نشوفها بقى في نور ربنا كده وجنب الكمبيوتر زي ما اتعودنا. نفس الدبدوب زي نينا، بص نفس الدبدوب. لا بصراحة المات فور بيبر دي تحفة.
وعاملة تفاصيل قوية جدا، مبينة تفاصيل قوية جدا في الورقة بصراحة. شكرا لمتابعتكم الفيديو، وأتمنى أكون أفدتك في المجال اللي أنت بتشتغل فيه.